ليه بتشارك كل تفاصيل حياتك؟ من كام يوم قرأت التعليق ده ولمسني شوية الصراحة، حبيت أجاوب عليه في فيديو عشان الأمور تكون واضحة أكتر. أنا لما بصور جزء من يومي أو موقف حصل معايا أو رد على سؤال من وجهة نظر محمد فده بيكون لسببين، أول وأهم سبب إن أوصل رسالة من تجربة، موقف، فكرة، إجابة على سؤال يخصني بس برضه ناس كتير ممكن تكون محتاجاه ويفرق جدا معاهم، وفي نفس الوقت أكيد مش كل حاجة بتحصل في حياتي بقولها أو هقولها. عاوز أقول لكم إن في حاجات كتير جدا بعملها حاليا، خطط، أهداف، مشاكل محدش يعرفها حتى أقرب الناس ليا، وفي بعض الأسئلة اللي بقرأها لحضراتكم واللي بتجنب الرد عليها رغم تكرارها، وده مش تجاهل مني الله يعز قدركم، قدموها من باب الحفاظ على الحدود والمساحه الخاصه بتاعتي. اما تاني سبب لصناعه المحتوى اللي بقدمه هي توثيق اللحظات، وده شيء جميل جدا انصحكم انتوا كمان بيه، سواء بالكتابه او الفيديو او حتى بصوره بسيطه. ابسط مثال لما بترجع بعد سنين تشوف فيديو او صوره لحظه حلوه في حياتك، شوف احساسك بيكون عامل ازاي. لكن الاجمل من التوثيق نفسه بالنسبه لي لما اكتشف ان لحظه من حياتي كانت مصحوبه بكلمه مقتنع بها كانت سبب ان حد تاني يحس انه احسن، يهدى او يقرب من ربنا او يبص للدنيا من منظور مختلف. وعشان كده دايما اقول وارد على اي حد بيقابلني في الشارع ويقول لي انت بتعمل حاجه كويسه استمر، اقول له انا مؤمن ان اي حد ربنا اداله تاثير حتى لو بسيط مسؤول انه يستخدمه في حاجه كويسه. كل صانع محتوى مسؤول، كل موظف وكل راعي مسؤول، كل اب وام مسؤولين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال كلكم، كل شخص في مكانه. وتخيلوا لو كل واحد ادى رسالته وعمل اللي عليه في مكانه، شوفوا وقتها مجتمعنا هيكون عامل ازاي. اخر نقطه، الانسان لازم يكون عنده قدر من الحكمه في مشاركه حياته، ويحاول يوازن بين انه يحتفظ بجزء خاص لنفسه وبين انه يشارك لحظات ممكن تكون سبب خير او اثر وتغيير طيب في حياه غيره. انا محمد غطاس، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.